السلام عليكم، عالسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا ملاح ومهنيين. اليوم ان شاء الله حندير لكم صابلي بالذوق تاع الفلان. بسم الله. هاد الوصفه تحتاج هاد الطابع اللي خرج جديد. انا حنستعمل هاد الطابع. هنا عندنا 2 صفار البيض وواحده كامله، مغرفه كبيره تاع لافاني، قرصه تاع الملح ومغرفه كبيره تاع كاكاو بني. هنا خديت نص كاس تاع سكر ونص الباقي كملته بفلان شوكولا. هنا داني 2 باكيات تاع فلا شوكولا. علاش درت نص كاس سكر؟ خاطر الفلو تاعنا راهو حلو. وهنا عندنا كاس تاع مايزينا، ودوبت هنا 250 غرام تاع زبده تكون دايبه ولا طريه. نخلطوا كامل هذوك المقادير، نخليه حتى يطلع لنا. بعد ما تخلط نضيفوا هذاك الخليط تاع السكر والفلا. هنا مروه راهي تعاون فيا، يعطيها الصحه. مليحه كاع من داك دخلوا ولادكم يتعلموا، سورتو هو وصفات هكا خفاف ساهلين، ماشي شغله حاجه هكا تعطيها بحاجه خفيفه. دونك هنا ضفت كاس تاع مايزينا ونخلطو، نخليه حتى يتخلط. بعد ما تخلط لي هذاك مايزينا حنضيفو الفارينه. هنا بديت نضيف فارينه. هنا فارينه ديرو بشويه خاطرش فيها كاكا، ما تنشفوش لاباط تاعكم، خلوها هكاك طريه. خصتني فارينه، زيد لها شويه فارينه ونبقى نلم في لاباط، مانيش نعجن فيها، راني نلم فيها. هاي كيفاش تحصلوا عليها تكون هكا طريه. هنا نروح نفتحوا لاباط. انا لاباط صابلي جامي نخليها ترتاح، خاطركم ما تخلوا لاباط ترتاح وبعد كي تجوا تخدموها تبدا تفتت ولا تبدا تشق لكم، تخدميها تمتم. انا نخدمها هكا، نكمل من ونفتحها من. وتاني ما نحبش نخدمها بساشي، خاطرش باش نعرف لاباط تاعي لا خصتها فارينه كي نكون نفتح فيها نزيد لها شويه تاع فارينه من الفوق. حنستعمل هذا الطابع اللي خرج جديد. هاوليك ما نديرو خشين ما نديرو رقيق. نشعل الفرن تاعي 160 درجه، نطيبهم، نشوفهم نشفوا نخرجهم. هنا بديت ندير لهم معجون، على بالكم بلي الوقت ما كاش. صافي بديت نخدم. بعد نوري لكم الحبات اللي خليتهم باش نوري لكم كيفاش لصقتهم. بس انا استعملت معجون تاع المشماش اللي نحبوه كامل. نتوما ديروا معجون اللي يساعدكم. كاين نص درتهم بمواد كوكو، كاين نص درتهم باللوز محمص بالقشور ومرحي. انا هنا خديت معجون لصقتهم مع بعض ونجوز على اطراف المعجون كامل. هاد الوصفه سهله وبنينه، وتانيك الميزور كاينين في الدار، ما تكلفش بزاف. انا خديت هنا شويه لوز محمص مرحي. تقدروا تستعملوا غير مواد كوكو، هاد الوصفه فيها مواد كوكو بك انا حبيت ندير ذوق تاع اللوز محمص ومرحي بالقشور. هي الوصفه هذه بمواد كوكو، نفس الطريقه نديرها. هاي اللي كان جوزتها على المواد كوكو. هذا هو صابلي تاعنا بالمعجون مواد كوكو. صدقوني هاي بزاف وخفيف تمتم يوجد. وصلنا نهاية الفيديو. دوك نقسم لكم حابه تشوفوها كيفاش جات. ونشكركم بالبزاف، يعطيكم الصحه راكم تبعوا فيا. تنسونيش تعملوا كومونتير وبارطاجي. نشكركم بالبزاف. صحه فطوركم بسلامه. السلام عليكم.